لعبت فرق الدوري هناك مباراة الجولة العشرين، ولم يلعب النجم الساحلي مطارد المتصدر النادي الأفريقي مباراته في هذه الجولة على أرض حمام الأنف، ولأسباب أمنية أجل الاتحاد التونسي المباراة بالاتفاق مع وزارة الداخلية. الفريق كان قد هدد بالانسحاب من المباراة بسبب احتجاجه على التحكيم. أخبار تدور عن اجتماعات بين رؤساء الأندية المعنية من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة في الدوري المحلي هناك. وينضم إلي مباشرة من تونس العاصمة المحامي طارق عليمي المختص في قوانين كرة القدم والرياضة بصورة عامة. السؤال الآن السيد طارق، مساء الخير بداية، والسؤال: ما هو المخرج القانوني لهذه الأزمة؟ بك وبجميع مشاهدينا الكرام. الحقيقة أن أزمة كرة القدم تزداد يوما بعد يوم صعوبة. الجميع يتمسك بذات الموقف. نادي حمام الأنف المنافس النجم الساحلي في جولة يوم الأحد يتمسك بأنه كان حاضرا على أرضية الميدان، الأمن كان حاضرا، الحكم كذلك، وأنه يستحق الانتصار بموجب الهزيمة الجزائية للنجم الساحلي. النجم الساحلي لم يرد إلى حد اليوم، ولكن الإشكال هو في الفاكس، الرسالة التي أرسلت من قبل وزارة الداخلية إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم، ومن بعدها تمت مكالمة هاتفية بين الكاتب العام للرابطة الوطنية لكرة القدم وحكم مباراة النجم الساحلي ونادي حمام الأنف قبل أقل من 20 دقيقة من بداية المباراة، يعلم فيها أن هناك دواعي أمنية. هذه الكلمة السرية التي جعلت من حكم المباراة يدون على ورقة المباراة أنه تم تأجيل المباراة بناء على المكالمة الهاتفية التي جاء فيها كلمة الدواعي الأمنية. الدواعي الأمنية لا تعني عدم القدرة على تأمين المباراة، باعتبار أن الأمن كان حاضرا في ملعب حمام الأنف. لا تعني أن هناك خطر محتق بالملعب، وإنما تعني أن هناك أسبابا أخرى لا زالت غامضة اليوم. ما معنى هذه الدواعي الأمنية التي يمكن أن تكون الحل القانوني اعتمادا على الفصول المعتمدة في كرة القدم التونسية من أجل التأجيل، باعتبار أن حالة القوى القاهرة استحالة الدفع والتوقع، يعني أن الفريق حتى في حالة الغياب الذي لم يكن معلنا والذي لم يتأكد والذي لم تقع معاينته بورقة التحكيم يستفيد من التأجيل لدواعي أمنية. الأمر لا زال غامضا. الرابطة الوطنية لم تصدر قرارها إلى اليوم، سواء بإقرار التأجيل أو بإقرار الهزيمة الجزائية والتبعات المالية الأخرى ضد النجم الساحلي. اليوم أسوق لك خبرا نزار أنه منذ أقل من 30 دقيقة انتهى اجتماع الرباعي الراعي للحوار الرياضي. اليوم أصبحنا نتحدث عن حوار رياضي وليس حوار وطني سياسي، برئاسة كل من حمدي المدب رئيس الترجي التونسي، رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي، لطفي عبد الناظر رئيس النادي الصفاقسي، وكذلك سليم رياحي رئيس النادي الافريقي. الاجتماع لم يسفر على قرارات إلا من مقولة تهدئة الأجواء وإيجاد حل توافقي والبحث عن حلول لإنقاذ الرياضة التونسية، في انتظار اجتماع الغد من قبل الاتحاد التونسي بكافة رؤساء الجمعيات. نعم أستاذ طارق، يعني سؤالي الآن: هل اختلط الحابل بالنابل؟ الحكم سعيد الكردي سيرفع قضية ضد رئيس النادي النجم الساحلي رضا شرف الدين، الذي يعني تحدث في إحدى البرامج واتهموه بالتواطؤ، يعني بإلغاء هدف لمصلحة النجم الساحلي. هناك نادي حمام الأنف ما زال يتمسك بحقه في النقاط، النجم الساحلي ما زال يتمسك في حقه في تأجيل المباراة وبعض القضايا التي تخص التحكيم. أين هي المعضلة الآن في الكرة التونسية؟ يعني إذا اليوم وافقنا على ما يطلبه النجم الساحلي، بإمكان جميع الفرق غدا أن تطالب بذات المطالب. يعني بالضبط نزار. الإشكال اليوم في كرة القدم التونسية أن الهرم لم يعد صحيحا، لم نعد في ترتيب هرمي برئاسة الجامعة والرابطة والجمعيات. أصبحت الجمعيات هي التي تقرر، هي سيدة الموقف، لها الحق في ذلك ولكن بضوابط قانونية، الحق في الاحتجاج ولكن بضوابط قانونية، لها الحق في التشكي والتقاضي، لأن حق التقاضي هو حق دستوري في تونس، لكن بالتوجه إلى الهياكل التأديبية والقضائية مرجع النظر. اليوم الإشكال التونسي أن الجميع يتهم الجميع، يعني أن التحكيم يتهم النوادي، النوادي تتهم التحكيم وتتهم الجامعة، الجامعة ترد على النوادي بالقول أنها تعطي لكل ذي حق حقه، الأمن يتدخل ويؤكد على أن هناك دواعي أمنية لعدم إجراء المباريات، وبالتالي الإشكال أن الجميع يتهم الجميع لكن دون الوصول إلى حل. قد يكون اجتماع الغد برئاسة الجامعة هو الحل من أجل إيجاد حل توافقي يكمل الموسم إلى 30 من جوار ومن بعده للاتحاد الحديث.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق عليمي المحامي المختص في القوانين الرياضية، والكلمة لك حكيم. أنا أشكرك وأشكر ضيفك. أشكرك وأشكر ضيفك وأشكر مجددا لينا رفاعي. ختام هذه الساعة الإخبارية المغربية. مشاهدينا الكرام، بعد قليل تلتقون رجاء مكي، أما نفعد والتقيكم مجددا على الساعة 11 بتوقيت باريس في الساعة الإخبارية الدولية. ابقوا معنا.